الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إلى التابعين وهكذا. الآن جدلا الفرابري ضعيف، الفرابري مجهول. عندنا عشرات الأسانيد للإمام البخاري محفوظ بالحفظ، الآن يقرأ لك إياه بالسند المدارس، يقرأ لك بالسند إلى الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أين الإشكال؟ الإشكال لا يوجد نسخة إلا نسخة الفرابري الآن موجودة. ممتاز. هل الكتاب لا يقبل إلا إن كانت النسخة المخطوطة موجودة؟ لا، النسخة الموجودة الآن لو أكو إنسان ثاني غير الفرابري نقل موجودة الآن مطبوعة مو مشكلة، لكن الآن النسخة المطبوعة الموجودة المتداولة نسخة الفرابري فقط. سؤالي يا أستاذ، سؤالي هل الكتاب لا يقبل إلا بوجود النسخة المخطوطة من صاحب الكتاب؟ احنا هسه ما نقول النسخة المخطوطة، نريد السند أن يتصل. سؤالي جاوبني على يا أستاذ، جاوبني على سؤالي من فضلك. شيخنا العزيز، الفرابري تلميذ البخاري. هل الكتاب يقبل؟ ممتاز، هاي افتهمناها. أنا سؤالي لك مو على الفرابري، سؤالي لك لا يقبل الكتاب إلا بالنسخة المخطوطة من صاحب الكتاب، هذا سؤالي. لا اسمعني الآن مو مشكلة. جاوبني على سؤالي من فضلك. نريد نسخة الفرابري. أنا جاوبني على سؤالي أول شيء. ما عندنا مشكلة. جاوبني على سؤالي. هسه البخاري لقنه اسمعني، لقنه نقل صوت وليس. هل يقبل الكتاب؟ ما سلم كتابه. اسمعني البخاري سلم الكتاب للفرابري نقل صوت وليس كتاب سلم له، ما عندنا مشكلة. الفرابري أين الكتاب الذي كتبه؟ ممتاز. أي ممتاز. الآن هل نرفض الكتاب إن لم تكن النسخة المخطوطة موجودة؟ يا شيخ نبني عليه دين، هذا دين قام عليه. يا أستاذ سؤال، جاوبني على سؤالي حتى أكمل. هل نرفض الكتاب؟ أكيد نرفض. أكيد يرفض الكتاب إذا كان الكتاب ليس له أصول. وهذا ممتاز. هذا يعني وراء جنة ونار هذا الكتاب. أحسنت. خليني أكمل. أحسنت. الآن أبو منتظر أسقط القرآن الكريم، وأتحداه هو وكل علماء الشيعة أن يأتيني بمخطوطة للقرآن الكريم من علي بن أبي طالب. شكرا لك. يلا. القرآن الكريم جاء بالحفظ بالتواتر، ما له علاقة. والله أتحداك أن تأتيني بمخطوطة للقرآن. بالتواتر وصلنا ومشهود به هذا القرآن. اسمعني، مشهود به كل الأمة الإسلامية. أتحداك تأتيني بتواتر عند الشيعة، شيعي إمامي عدل ضابط في كل الطبقات للقرآن الكريم. أنا أتحداك. يلا تفضل. والله أتحداك وما تطلع من هاي النقطة. أنت الآن أسقطت القرآن الكريم، وأتحداك أن تثبت أن حفص إمامي 12. نتكلم عن بخاري جاب القرآن الكريم بالموضوع. أولا حفص عن عاصم، هؤلاء تلاميذ الإمام الباقر والصادق. اثنيناتهم مجاهيل عندك. السلمي تلميذ الإمام علي، فالسنة كل الشيعة ما لنا علاقة بهالموضوع. أتحداك إن كانوا إمامية 12، أنا أتحداك وأتحداك أن تثبت أنهم شيعة أو قالوا عن أنفسهم أنهم شيعة. يلا تفضل. شيخنا الفاضل اسمعني، القرآن قضيته ما عليه إشكال، لا سنة ولا شيعة متفقين عليه. أنت حطيت قاعدة، أنت يعني البخاري. لحظة نقول إن هذا البخاري لحظة لا ما تطلع من النقطة. كتاب الله لو جاوب على السؤال. موجود الآن. لا، جاوب موجود على السؤال. الله سبحانه وتعالى أنت وضعت قاعدة. أنت ما تقول تحفظ القرآن الكريم ما عليه إشكال يا أخي. أنت ليش يا أستاذ؟ الآن أنت وضعت القاعدة، ومن باب أولى أن تطبقها على كتاب الله. أما أن تطبق القاعدة أو شكرا لك، ما إلي يعني حاجة بالجدال. مو قلت لك النقل جانا بالتواتر؟ هل البخاري جانا بالتواتر؟ واني سألتك قلت لك انطيني التواتر في كل الطبقات، ما عرفت. رحت على حفص وعاصم وعبد الرحمن السلمي وما انطيتنا دليل. بس هذا كلام مرسل. هذا كلام لكن عندكم انتم غير ثقات. هذا من الكذب. والله عندكم غير ثقات. هذا من الكذب المحض.
طلع ترجمة حفص وعاصم عندك كذابين يا أستاذ. لا دكتور اسمعني هو هذا القرآن. لا هو هذا القرآن. حاول قبل لا تنزله دكتور عمر تفضل. لا أرجو المعذرة والله.